مشاكل الكلى حاليا بقت منتشره جدا، فازاي اعرف اذا كان عندي مشكله في الكلى او لا، وكمان ايه الاكلات اللي ممكن تزود مشكله الكلى وايه الاكلات اللي ممكن تحسن مشكله الكلى. كل الحاجات دي هنتكلم عنها في حلقه النهارده. انا دكتور ايمان اشرف، صيدلانيه واخصائيه تغذيه علاجيه، اقدم هنا على القناه محتوى عن التغذيه العلاجيه واضطرابات الطعام. فلو انت جديد اشترك ودوس لايك عشان الفيديو يوصل لناس اكتر، ويلا بينا نبدا الفيديو. ايه الاعراض اللي لو لقيتها ابدا اقلق؟ اول حاجه شائعه جدا ان انا احس بوجع في جنب المنطقه دي. لو انا حسيت بوجع في المنطقه دي احتمال كبير يكون في مشكله في الكلى، ومش شرط تكون مشكله كبيره، يعني مش عايزه اخوفكم، ممكن يكون في املاح او حاجات بسيطه تتحل بسهوله، بس لو سبتها هتعمل مشكله. تاني حاجه ان انا احس ان طعم الفم متغير، حاسه ان بقي طعمه مر كده، طعمه مش حلو خالص. تالت حاجه ان انا الاقي نفسي وقت كنت باكل عادي ومره واحده فقدت الشهيه وعندي احساس بالقيء، عندي احساس ان انا لو اكلت اي حاجه ممكن اقوم ارجع. رابع حاجه لو جسمك على طول بيخزن ميه وعلى طول بتحس ان في ميه كده تحت الجلد، يبقى كده ممكن يكون في مشكله في الكلى. الكلام ده لو بيحصل باستمرار، مش مره مثلا كلت نشويات زياده فخزنت في جسمك شويه ميه، مره واحده تحس ان انت مش طايق تاكل اي حاجه فيها بروتين من غير ما تكون مبوظ الدايت. لان في نقطه مهمه يا جماعه، لو انا باكل جانك فود وباكل حلويات وكربوهيدرات بسيطه كتير هبقى مش عايزه اكل بروتين. لكن لو انا ماشي في الدايت بتاعي عادي وباكل اكل من البيت وباكل البروتين بتاعي ومره واحده حسيت ان انا قفلت، ممكن يبقى في مشكله في الكلى. كمان لو حسيت في الفم بريحه امونيا، اكيد طبعا ريحه البول الكريهه، ودي بتكون من اكتر الحاجات المميزه. كده الاعراض. ايه بقى التحاليل اللي اعملها عشان اتاكد اذا كان في مشكله او لا؟ تحاليل البول يبقى في تحليل اسمه المايكرو البومينيوريا. الالبومين المفروض ان هو ما بينزلش في البول اصلا، فاحنا لو لقيناه في البول اذا يكون في بدايه مشكله. كمان تحليل الكرياتينين وكمان تحليل اليوريا، بس اليوريا مش دقيق قوي لان اليوريا ممكن يتاثر بحاجات كتير، زي لو حد بياكل بروتين زياده ممكن اليوريا عنده تكون زياده، لكن الكرياتينين ممكن نوعا ما يكون دقيق. في تحليل اسمه الجي اف ار، ده الهدف منه ان هو بيديك بقى قدرة الكلى على التحليل، بتفلتر الحاجات اللي عندك بنسبة قد ايه. المفروض ان هو يكون في رينج 90، فوق ال90 لو اقل يبقى فيه مشكلة. دي كده التحاليل اللي احنا المفروض نعملها. تعالوا بقى كده نتكلم مين اللي ممكن تجيله مشاكل من الكلى. اول حد ممكن تجيله مشاكل من الكليه، على عكس الناس كتير اللي كانت بتقعد تقول انتوا لو اكلتوا بروتين كتير هتجيلكم مشاكل في كليتكم. مبدئيا احنا صعب ناكل كميه البروتين اللي تعمل لنا مشاكل في الكليه. ممكن نكون يعني عشان نوصل لكميه البروتين اللي تعمل لنا مشاكل في الكليه، الناس بقى اللي هي بتاخد بروتين باودر والحاجات دي، لكن لو حد بياكل من الاكل بتاعه صعب جدا. يعني انا عايزه اقول لكم حاجه، مثلا زي 3 بيضات فيهم 20 جرام بروتين، فانت بعيد قوي، يعني مش دي الحاجه اللي تخوفك. الحاجه اللي تخوف بقى السكريات والكربوهيدرات البسيطه، دي من اكتر الحاجات اللي بتعمل مشاكل في الكلى. عشان كده حاليا مشكله الكلى بقت منتشره قوي. يعني انا عايزه اقول لكم ممكن يكون معايا مثلا اكتر من 80% من العملاء بتوعي بيقولي عندهم املاح في الكلى او عندهم مشكله في الكلى. تظبيط الدايت بتاعهم معايا بيتحسن من غير اي حاجه. السكريات والكربوهيدرات البسيطه دي، الابيض والحاجات المصنعه، الحاجات اللي بيبقى فيها شراب الفركتوز والحاجات دي، من اكتر الحاجات اللي بتخرب الكلى. السكر الابيض والدقيق الابيض، الناس اللي عماله تاخده عمال على بطال، دي من اكتر الحاجات اللي بتخرب الكلى. تاني حاجه الاكل المغلف اللي بيبقى فيه ملح، الشيبسي والاندومي والكلام ده كله، بيكون فيه كميه املاح كتيره جدا برضو بتاثر على الكلى. الجفاف، لو حد هو بطبيعته مش بيشرب ميه كتير، حد هو بطبيعته، وبرده مش بنشرب ميه كتير عشان ما يحصلش تسمم مياه، لكن حد بطبيعته بيكبر للميه، يعني حرفيا ممكن في اليوم يشرب كوبايه ميه مثلا. الجفاف ده بيأثر على الكلى جدا. المسكنات من اكتر الحاجات اللي بتأثر على الكلى يا جماعه، فمش بناخدها عمال على بطال. طيب حاجه بقى مهمه قبل ما اخش على الاكلات المفيده، لو انت عندك املاح على الكلى ما ينفعش ابدا تاخد فيتامين سي كبسول، ما ينفعش تاخد فيتامين سي متصنع. ممكن تاخد الفيتامين سي من الاكل، ممكن تاكل بقدونس، ممكن تاخد ليمون، لكن فيتامين سي مصنع من اكتر الحاجات. الاسكوربيك اسيد اللي بيكون موجود في فيتامين سي من اكتر الحاجات اللي بتزود الاملاح على الكلى، فانت لو عندك املاح على الكلى استحاله تاخدها. بقى الحاجات اللي الكلى بتحبها، اول حاجه الكلى بتحبها جدا الصمغ العربي. الصمغ العربي رهيب يا جماعه، الصمغ العربي بجد. انتوا يعني لو حد عنده مشكله في الكلى وخد كل يوم كوبايه صمغ عربي كده يبقى في حته تانية بجد، من اكتر الحاجات المفيده جدا للكلى. البقدونس، الكرفس، الشعير، التوتيات، الكريز والتوت والفراوله،
الحاجات دي برضو مفيده جدا للكلى. الثوم ممتاز للكلى. الكركم والجنزبيل برضو مفيدين جدا، فانتوا لو دخلتوا الحاجات دي فيكم بشكل يومي الكلى هتبقى عال العال. بجد الحد اللي كليته كويسه صحته اكيد هتكون كويسه. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم. كان معاكم دكتور ايمان اشرف. يا ريت لو عجبتكم الحلقه بقى اعملوا شير لاصحابكم ودوسوا لايك عشان تدعموني، واعملوا سبسكرايب للقناه لو انتم مهتمين بالتغذيه واضطرابات الطعام. سلام عليكم.